قصة أحمد الورقلي ورفقة صانع المحتوى. قبل بداية الفيديو لا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في قناتنا عبدو تك. أحمد الورقلي وبعد ظهوره على قناة النهار تلقى العديد من الاتصالات، ومن بينها من صانع المحتوى رفقة الذي قام بالتواصل معه وتدبير مكان له في سلسلة المطاعم الخاصة المسماة بلا بادري. ولكن في غضون أيام فقط تحولت هذه العلاقة إلى تهجمات على شكل فيديوهات في مواقع التواصل الاجتماعي. هاك على بالكم ماشي انا اللي نريبوندي على عفايس كيما هادو، بصح كي تلحق السمعه تاعي، كي تلحق التربيه تاعي، كي تلحق الشرف ديالي، ما نقدرش نسمحوا لي خوتي. باسكو انا انسان ما نعرفش ريفكا، نشوف اللايف تاعو ريفكا نكرهو، نتلاقى بريفكا برا نسولو فيه وجهو. كيفاش ريفكا يجيب انسان يقولوا نخدمك ومن بعد كي يجي يقولوا ما كاش بلاصه؟ لكن أحمد رفض ذلك وذكر العديد من التفاصيل مثل عدم المبيت مع العمال. ولكن عكس ذلك خرج أحمد ولم يبرئ نفسه، بل خرج في فيديوهات أراد فيها الابتعاد عن هذه التصريحات وعدم الخوض فيها، واكتفى بمتابعة بثه المباشر على منصة التيك توك بعد الشهرة التي لقاها. كما تعرض لردود كوميدية من طرف عادل سويزي. خاوتي ربي يحفظكم، شفاو مليح على الضغط تاع اليوم. هو يوم تاريخي 28 أكتوبر 2023، تاريخ تسليم مقام الشهيد إلى معالي فخامة الورقلي من إمضاء رفقة شخصيا. خويا الورقلي نقول لك مبروك عليك. واللي خصك رانا هنا، بعث لنا ميساج بك قلنا وقتاش تحقوا نديمونطيو باش نبداو نديمونطيو. ونبعثوه لك الوثيقة الرسمية باش تكارديها. خويا بالبركة عليك، واللي تحقيت رانا هنا، البلاد بلادك خويا الورقلي، اصدم. كل اترك لنا رأيك في هذه الحادثة التي وقعت بين رفقة والشاب أحمد.